أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة للحديث عن آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وبالتحديد مسار الدمج ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا. طبعا في هذه الفترة هنالك ملفات أساسية يتم الحديث عنها ضمن عملية الدمج الموقع بين قسد الحكومة المؤقتة. من أهم هذه الملفات ملف اللغة والتعليم وأهمية إدراج اللغة الكردية في الدستور السوري والحفاظ على اللغة الكردية. طبعا هناك الكثير من المستجدات حصلت في المنطقة، وهناك أيضا ملف الأسرى، أيضا عودة المهجرين إلى مناطقهم، وأيضا ملف التعليم من أبرز الملفات التي يتم الحديث عنها في هذه الفترة. للحديث عن آخر التطورات والمستجدات مشاهدينا الكرام، وأيضا عن مسار الدمج التي تجري الآن بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، سينضم معنا هنا في الاستوديو السيد جوان محمد الناشط الحقوقي. سيد جوان، مرحبا بك ضمن حلقتنا لهذا اليوم وعلى شاشة روجابا. سيد جوان، تستمر عملية الدمج على الأرض ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة. هناك الكثير من الملفات تم حلها وتسير بشكل إيجابي، أجواء إيجابية بين الطرفين. في هذه الفترة تم إبراز ملف التعليم، اللغة، ورأينا ما حصل أيضا في قصر العدل بمدينة الحسكة. بداية تعليقك على الأحداث التي جرت في مدينة الحسكة، وبالتحديد حول إزالة اللغة الكردية من اللافتة في المدينة. تفضل. مساء الخير. يعني حقيقة هو كما ذكرنا قبل الآن ما يحدث حاليا من العراقيل أو من الإشكاليات التي حدثت في الآونة الأخيرة، نستطيع القول هي الالتفاف حول الاتفاقيات التي جرت بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، والمرسوم رقم 13 واتفاقيات 29 يناير و18 يناير. إذن هناك حالة، هناك اتفاقيات واضحة، هناك مرسوم واضح يتكلم عن الخصوصية الكردية، يتكلم عن اللغة الكردية كلغة وطنية. نعم، هناك جدل ما بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية، هذه المسائل ندركها من جانب القانوني، ولكن بالنهاية هناك شعب موجود، هناك إدارة كانت موجودة، وهناك عملية دمج موجودة. عملية دمج إذا لم يكن حتى الآن ربما بعض التفاصيل، كما يقول المثل الشيطان يكمن في التفاصيل، هناك مسائل تفاصيل أخرى ربما غير واضحة بشكل عام يعني لدى الطرفين يعني، ولكن بالعموم بمفهوم التغيير، بمفهوم الديمقراطية، بمفهوم التقبل الآخر، بمفهوم الاعتراف بهوية الآخر، يعني هذه من أبسط الأمور. نستطيع القول مسألة اللغة، مسألة الهوية، مسألة السورية نحو سورية جديدة كما يدعون مسؤولين حكومة دمشق إلى آخره، أنه نحن أمام مرحلة أخرى جديدة لسوريا كلياتها. فإما حقيقة تدعي أن هناك ثورة وهناك تحرر من ما تم خلال 50 عاما من إقصاء ومن تهميش ومن الدكتاتورية ومن إلغاء الآخر ومن القمع ومن التشريد ومن الاعتقالات إلى آخره، من التعذيب إلى آخره، ما مورس على الشعب السوري بأكمله، وإضافة الاضطهاد كان مزدوج على الشعب الكردي بحكم ازدواج طبقي كان عم يعاني أسوة مع جميع السوريين واضطهاد قومي. فإما حقيقة كما يقول المفهوم التغيير، يجب أن يكون هناك تغيير حقيقي للمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما يقول كارل ماركس في أي ثورة. يجب أن يحقق هذه المسائل الأساسية، أما نحن أمام عقلية أخرى، عقلية هي نفس عقلية وذهنية البعث ولكن بعباءة أخرى. يعني هذه المسائل لا تستدعي كل هذا الاحتقان. مسألة لغة حق طبيعي جدا لجميع البشر، مصانة في الاتفاقيات الدولية، أيضا مذكورة كما هو في المادة 7 الفقرة 3 أنه الدستور السوري يكفل حقوق المكونات الثقافية والسياسية إلى آخره. نعم. إضافة إلى مسائل المراسيم التي صدرت، يعني ليس هناك أي داعي بهذا الأسلوب بالتفاف حول حقيقة واضحة. الكرد موجودون في هذه المناطق. هذه مسألة لا تقتصر على مدينة حسكة. يعني اليوم عندما نجد في مدينة عفرين ذات الأغلبية الساحقة يعني ما يتجاوز أكثر من 95%، أيضا
تم انزال كما شاهدنا جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هناك ارمه باللغه التركيه واللغه العربيه، تم انزال اللغه التركيه وابقاء على اللغه العربيه. هل الحجه أن هناك محافظه حسكه ذات وجود عربي؟ بالاساس هذه رساله يجب ان تصل لجميع اهلنا وناسنا من المكونات الثانيه، خاصه من المكون العربي. دفاعنا عن حقوقنا، دفاعنا عن لغتنا لا يعني انه نحن نوقف ضد لغه الاخر، يعني نحن نريد فقط ان يتقبلونا، ان يتقبل لغتنا، ان يتقبل هويتنا. يعني عندما نريد ان يكون هناك لغه كرديه موجودة على أرض الواقع تعبر عن شخصيتنا، تعبر عن قضيتنا، تعبر عن هذا المكون، هذا الشعب الأصيل الموجود كما هو مذكور في الاتفاق. يعني لا يعني أنه إلغاء الآخر. عندما نطلب أن يكون هناك لغة عربية واللغة الكردية، يعني نحن ندافع عن حقوقنا ليس على حساب حقوق الآخرين. فلذلك هذه ردود الأفعال سواء من الشارع العربي كانت ليس من الجميع، كما شاهدنا هناك مشاركات كانت جميلة جدا من المكون العربي يدرك جيدا خلال أكثر من 15 عام من خلال تجربة الإدارة الذاتية. كنا دائما نحاول أن يكون هناك لغات أساسية، اللغة الكردية والعربية والسريانية وغيرها من المكونات. دور المكونات دائما كان موجودا. هذه التجربة الجميع عشناها بدون هذه الإرهاصات وبدون هذه المسائل الهيكلية، واستطعنا إنجاز الكثير عكس ما يحدث حاليا في الوقت الحالي. نعم سيد جوان، يعني التبعات القانونية عدم إيفاء الحكومة المؤقتة بالتزاماتها، يعني هذه المرة ليست المرة الأولى التي لا تلتزم بما تقول من مرسوم الذي صدر من رئيس الحكومة المؤقتة، أو حتى من الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة الاعتراف باللغة. يعني اليوم هل تحاول الحكومة المؤقتة الاعتراف بشكل رمزي باللغة الكردية؟ وأيضا ما يتوجب هو الاعتراف الدستوري الكامل باللغة الكردية. حقيقة هذا الموضوع سؤال مهم جدا. يعني إذا كان هناك إرادة حقيقية في حل القضايا العالقة، خاصة قضايا ما تتعلق بالقضية الكردية بشكل عام، يعني نحن الأكراد في سوريا يعني مكون أساسي. يعني الأكراد شاركوا في تأسيس دورهم كان أساسي في تأسيس الدولة السورية الحديثة، ومشاركين منذ اليوم الأول في صنع القرار إلا ما بعد مجيء حزب البعث وإلغاء جميع المكونات إلى آخره بفكر شوفيني وعنصري وإلغاء الآخر. يعني فهذه المسألة مسألة يا أما يكون فعلا هناك إرادة حقيقية بتقبل الآخر وبتوجه نحو دستور عصري، دستور إنساني، دستور له بعد حضاري، بعيدا عن الشوفينية، بعيدا عن إلغاء الآخر. يعني كما شاهدنا في الدستور في إعلان الدستور المؤقت، يعني كان هناك نفس واضح في الإقصاء يتناقض ما يصرح به من قبل المسؤولين في حكومة دمشق. يعني أنت عندما تطالب بالمواطنة وأنت ترفض فكرة اللامركزية واللامركزية، وهذه مسألة أخرى لا ندخل فيها، ولكن عندما تطرح مشروع المواطنة وبنفس الوقت عندما تختصر المسائل تتعلق بدين رئيس الدولة يكون من طائفة أو من دين بحد ذاته، ولا تراعي الفسفساء الموجود في المنطقة مثلا، أو عندما تختصر هذه المسألة بقومية واحدة كقومية العربية، يجب أن يكون عربيا ويكون من دين الإسلام إلى آخره، فأنت تقصي بهذه المعنى بتقصي المكون السرياني مثلا. إذن لا يستطيع المكون السرياني أن يكون هناك له مرشح في المستقبل، ونحن نعرف تاريخيا دائما كان المكون السرياني كانوا موجودين في دفة الحكم وفي السلطة. إذن ما تدعي به شيء وترجمة ما تدعي به على أرض الواقع شيء آخر مختلف كليا. يعني يا أما يكون هناك طرح حقيقي واضح وصريح تعالج القضايا بعيدا عن العنصرية، بعيدا عن الشوفينية، يا أما نحن أمام مرحلة أخرى من النضال يستدعي جميع شعوب المنطقة، كردا كانوا، عربا كانوا إلى آخره، أن يناضلوا في سبيل حقوقهم وعدم تكرار تجربة الاستبداد والديكتاتورية والشوفينية إلى آخره. هذه المسائل جميعها مطروحة، الجميع أمام امتحان صعب. يعني يا أما حقيقة نتقبل أن يكون هناك المكونات موجودة في هذا البلد، شركاء حقيقيين. الأكراد لا يقتصر دور الأكراد، هذه مسألة مهمة جدا يجب الجميع يعرفوها. دور الأكراد لا يقتصر في الدفاع عن قضيتهم كقضية كردية فقط،
نحن لدينا دور سوري أيضا ما يملي علينا. دائما أقول ما يملي علي الدفاع عن قضيتي، سوريتي تفرض علينا الدفاع عن القضية الكردية كونها هي جزء من القضية الوطنية، وهذه مسألة محققة جدا يعني يجب الجميع يعرفها. القضية الكردية ليس بمعزل عن القضايا الوطنية، ليس بمعزل، يعني لا نريد أن نظهر للآخر وكأنه نبحث عن حقوقنا ونكتفي بهذا القدر وخلاص. يعني حتى إذا حققنا ما نريده ما يتعلق بجزء الغبن الذي عانى منه الشعب الكردي خلال هذه الأعوام، هذا لا يعني أنه لن يكون لنا دور كسوريين كشركاء حقيقيين في هذا الوطن نعالج القضايا العالقة في هذا الوطن، ما يتعلق بالديمقراطية، ما يتعلق بتعزيز الحقوق، ما يتعلق بالقانون، دولة القانون وتفعيل القانون، ما يتعلق بتأمين فرص العمل، ما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي. هذه المسائل كلها جميعها نحن نريد أن يكون لنا دور فيها كسوريين، نقوم بدورنا إضافة إلى حل القضايا المتعلقة والإجراءات التعسفية التي عانى منها الشعب الكردي خلال الفترة ما قبل 2011 وما بعد 2011 وخلال السنوات السابقة. نعم سيد جوان، أيضا أهمية الحفاظ على الأسماء الكردية للمدن والقرى والمؤسسات، وأيضا اعتبارها أيضا جزءا من الهوية الثقافية الكردية، وأيضا من ضمن الاتفاق أيضا احترام الخصوصية الكردية في هذه المناطق. اليوم نرى في منطقة كوباني يتم استخدام كلمة عين العرب، في مناطق أخرى في ديريك المالكية. أهمية الحفاظ على الجغرافية الكردية في هذه المناطق. بطبيعة الحال يعني التواجد الكردي يعني حسب الإحصائيات الموجودة وحسب ما هو معروف، يعني الأكراد موزعون على الجغرافيا السورية، وهذا أيضا يدل على التناقض الذي يدعي به التصريحات التي صدرت من المسؤولين في دمشق، يعني وكأن الأكراد محصورين بزاوية. الأكراد موجودين في حلب، محاولة لطمس الهوية الثقافية موجودون في دمشق. إذن الدولة السورية لا تقتصر على مكون بحد ذاته. إذن هذا اعتراف صريح منهم أنه وجود المكونات، وهذه المكونات عندما تطالب بالحقوق يعني يردون عليك بدولة المواطنة، وعندما تأتي على هواهم بتطبيق مفهوم الدولة المواطنة يتكلمون بمفهوم الأغلبية والأكثرية. بالرغم دولة المواطنة وكما ذكرنا سابقا مصطلح الأكثرية والأقلية هو بالأساس ليس مصطلح قانوني، هو مصطلح سياسي. نستطيع أن نقول الأكثرية البرلمانية أو الأقلية البرلمانية، ولكن حل قضايا الشعوب لا تتعلق بالمصطلح السياسية، تتعلق بالمصطلحات القانونية التي لا تستدعي أبدا أن يكون هناك فروقات في العدد بانتقاص من حقوق المساواة وحقوق الشعوب الأخرى. يعني فأقلية الكردية كانت من حيث العدد لا يعني انتقاص من حقوقهم، الأقلية السريانية لا يعني انتقاص من حقوقهم. دولة المساواة ودولة القانون ودولة العدالة، جميع المواطنين يتساوون أمام القانون بنفس المنطق وبنفس العقلية. جميع القوميات أيضا كما للمواطنين كأفراد لديهم حقوق، القوميات أيضا لديهم حقوق يتساوون مع القوميات الأخرى. فموضوع الأقلية والأكثرية لا يؤثر على حقوق الشعوب المنطقة، يعني بالرغم الاتفاقيات التي جرت يمكن في مرحلة ما، المرسوم 13 الذي صدر في مرحلة ما، ربما هذه المرحلة لم تكن مرحلة يعني هادئة أو مرحلة نستطيع بيئة حقيقة بيئة هادئة مستقرة تستطيع أن تتحاور. نحن كسوريين نتحاور مع بعض، نصل إلى خلاصة نحل هذه القضايا من جذورها لنستطيع حقيقة أن نتجه اتجاه دولة حديثة، دولة تتقبل الآخر، دولة بعيد عن كل هذه الفوضى الموجودة وهذه التهديدات الموجودة وهذه الفكر العشائري الذي نحن نسميه الفكر العشائري لأثنيات ما قبل الوطنية التي تحدث حقيقة في انهيار الدولة وانهيار مفهوم الوطنية. لذلك جميع المواطنين اليوم نجدونهم يعني جيش العشائر وهذه المصطلحات الموجودة الغير محبذة في دولة القانون، في دولة المساواة، في دولة العدالة، في دولة يجب القانون يكون له السيادة في حل القضايا الشعوب. أما هذه الفوضى الموجودة وهذه العقلية الموجودة لن يؤدي بسوريا إلى المزيد من الدمار وإلى مزيد من الفوضى وإلى مزيد من عدم الاستقرار. نعم، مع هذه الأزمة سيد جوان، أزمة القصر العدلي أيضا، يعني فينا نربط أيضا هذه الأزمة بمقايضة سياسية التي تقوم بها الحكومة المؤقتة بملف الأسرى
والمحتجزين. اليوم نرى قيام الحكومة المؤقتة، لماذا تقوم بهذه الأفعال، وأيضا الضغط على الإدارة الذاتية واستخدام هذه الورقة سياسيا على الإدارة الذاتية؟ مع الأسف الشديد يعني ملف إنساني يعني ما هو واضح حقيقة. يعني أسلوب هذه السلطة هي غير أسلوب لا يليق بدولة تحاول فعلا أن تتقارب من مواطنيها وطي صفحة الماضي وبدأ بصفحة أخرى. يعني موضوع كل الاتفاقيات سواء 18 يناير أو 29 يناير أو مرسوم إلى آخره، حتى اتفاقية 10 آذار إذا عدنا إليها، جميع ما يتطلب من قوى سوريا الديمقراطية من من القيام بواجباتها بتطبيق الاتفاق. قوى سوريا الديمقراطية قامت بجميع ما يتطلب منها بتقديمه لأجل نجاح عملية الدمج والاتفاقيات، ولكن بالمقابل ما يتطلب من حكومة دمشق هذا وهو ما لم يتم إنجازه. يعني مسائل تتعلق بموضوع المهجرين، مواضيع عفرين، مهجرين عفرين ومهجرين رأس العين لا زال عالقا، موضوع الأسرى لا زال عالقا. الاتفاق مثلا اتفاق 29 يناير في المادة 11 يتكلم عن موضوع الغمر وموضوع معالجة الحقوق الملكية. هذا الموضوع كيف سيتم حله؟ هذا الموضوع أيضا لا زال قيد النظر، يعني لم يتم أي خطوات باتجاهه. ما تريده حكومة دمشق دائما هو التنازلات من قبل قوى سوريا الديمقراطية، سواء بمسائل اقتصادية، سواء بما يتعلق بالمعابر أو ما يتعلق بالنفط أو ما يتعلق بموضوع العسكرة، ولكن ما يتطلب منها من تقديم نجاح عملية الاندماج حقيقة، خاصة يعني شيء يعني فعلا يعني يجرحنا عندما يدخل موضوع الأسرى في بازارات ملف سياسية. إنساني طبعا، هذا ملف إنساني. يعني هؤلاء الذين تم توقيفهم هم ناس لم يحاربوا، لم يطلقوا النار، يعني لم يدخلوا بالمعارك، يعني فقط استجابوا إلى التعليمات التي وصلتهم بالانسحاب وقاموا بالانسحاب وتم الغدر بهم، واستشهد خيرة من شبابنا إضافة إلى حجز وأسرى مجموعة من شبابنا. هذه المسائل كان المفترض من حكومة دمشق أن تلتزم باتفاقيات التي هي وقعت عليها، يعني بعيدا حتى عن الموقوف الإنساني. يعني ربما مسائل عسكرية إلى آخره قد يكون هناك بعض الأمور، ولكن هناك التزامات. يعني هذه الالتزامات يجب أن يكون واجب قانوني وواجب إنساني وواجب كدولة يعني تحترم هذه الاتفاق ويتم تنفيذه. يعني ولكن مع الأسف الشديد هذا يترك أثر عميق، أيضا يعمل رد فعل عند الشارع الكردي. خلينا نكون صريحين بهذا الموضوع، وهذا الموضوع أيضا يؤجج الشارع الكردي، وشيء طبيعي جدا خلال فترة عملية دمج أو في مرحلة لاحقة أن يخرج إرهاصات ويخرج إعاقات ويخرج مسائل أخرى تؤثر على عملية الاندماج، تؤثر على عملية المشاركة، تؤثر على عملية الاستقرار إلى آخره. هذه المسائل حكومة دمشق تتحملها بالدرجة الأولى. نعم سيد جوان، أيضا تزداد هذه الفترة مطالب الشعبية بضرورة تثبيت اللغة الكردية في الدستور السوري. رأينا مسيرات جماهيرية في أغلبية المناطق، ولكن في جهة الأخرى لم نرى أي دور كبير للأحزاب السياسية الكردية الموجودة في المنطقة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية والحساسة التي تمر بها القضية الكردية في المنطقة. يعني حقيقة هذا السؤال يجب أن يوجه للأحزاب السياسية. يعني أنا لست بدفاع أو بصدد ماذا يتوجب عليهم تبرير مواقف الأحزاب السياسية، ولكن بشكل عام يعني الأحزاب السياسية أيضا يجب أن يكون لها دور فعال أكثر، يجب أن يكون لهم موقف واضح وصريح من خلال ما يجري. يعني ترك الشارع الكردي بوحده، يعني كما شاهدنا يعني خيرة من شبابنا، من شباب الكرد الذين قاموا بإعطاء موقف ومشكور على دورهم. موضوع اللافتة التي حدث جدل كبيرا في قصر العدل في الحسكة، يعني هم بنفسهم قاموا يعني هي بتلقاء نفسهم. يعني الشعب الكردي، دائما أقول الشعب الكردي بغض النظر عن الاتفاقيات التي جرت بين قوى سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق لا يعني انتهاء دور الشعب الكردي. الشعب الكردي بنفسه سيكون له كلمة وسيكون له نضاله، هو مستمر في نضاله سواء
في مرحلة ما كان عسكريا إلى آخره. قاومنا، ناضلنا من أجل حفاظ على مناطقنا، عملنا عامل استقرار خلال 15 عاما بدماء شبابنا، ولكن النضال يستمر. الشعب الكردي سيستمر بغض النظر عن كان هناك ضعف في مواقف سياسية من بعض الأحزاب لها توجهات معينة، بعض الأحزاب لها توجهات معينة، بغض النظر بعيدا عن الأسماء. الشعب الكردي سيناضل، مستمر في نضاله لحتى نيل جميع حقوقه المشروعة. نعم سيد جوان، أيضا تمثيل المكونات في مؤسسات الدولة وبالتحديد بالنسبة للعدالة، ولم نرى أيضا أي عدالة انتقالية خلال هذه الفترة. هل يمكن تحقيق عدالة انتقالية دون تمثيل محلي للمكونات داخل القضاء والمؤسسات؟ خاصة رأينا أزمة قصر العدل وأيضا محاولة إقصاء المكونات الموجودة في المنطقة. يعني موضوع العدالة الانتقالية ومشاركة المكونات موضوع ساخن جدا. يعني استعجال حكومة دمشق بإصدار القرارات خاصة ما يتعلق بالعدالة الانتقالية وحصرها فقط ما قامت به النظام السوري البعثي بعد 2011 مجازر التي ارتكبها هذا النظام، هذا بعيد عن الحقيقة ولن يحقق العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية يجب أن تشمل كل السنوات التي حكم فيها حكومة بعث من أكثر من عام 1963 حتى اللحظة. عانى ما عانى منه الشعب السوري بإضافة إلى الشعب الكردي. هناك عشرات القرارات الشوفينية العنصرية الجائرة بحق الشعب الكردي. يجب أن يتم معالجة هذه القضايا العالقة. موضوع لا يتعلق فقط بموضوع الجنسية ومنح الجنسية، وهي مصطلح غلط، هي إعادة الجنسية. وموضوع الأراضي، مواضيع تتعلق كما تفضلت بموضوع اللغة والهوية والمشاركة، إلى الكثير معالجات عانى منه ما عاناه الشعب الكردي من خلال تهجيره، من خلال اعتقاله، من خلال تصفية قضيته وإلى آخره. يعني فالعدالة الانتقالية أحادية الطرف كان أمام امتحان صعب جدا، خاصة في مواضيع تتعلق بالساحل وغيرها من المناطق. اللجان التي تم تشكيلها حقيقة لم تأتي بنتائج مرضية للشعب السوري. بالنهاية في أي رقعة جغرافية في سوريا عندما حدث ما الجميع معنيين به، سواء كان في الساحل أو كان في الجزيرة أو كان في السويدة وغيرها من المناطق. هذه المسألة ليس مسألة طائفية، هي مسألة سورية بحتة. يعني حتى هذه المجازر عندما يتعرض لها مكون بحد ذاته سني كان أو طائفة معينة كانت، نحن مستعدون. ومواقف الشعب الكردي خلال قبل 2011 كان في مقدمة المعارضة مع النظام البعثي. كما عرفنا الأكراد جميعهم كانوا منظمين إلى حد ما ضمن المساحة الهامش الموجود التي كانت تتوفر لهم في تنظيم حياتهم الاجتماعية، وناضلوا لأجل شعوبهم. في المقابل كما نعلم يعني الحياة السياسية كانت معدومة في المناطق الأخرى. يعني مثلا أعلان دمشق كان مجرد أفراد، ولم يكن هناك تنظيمات منظمة في هذا الموضوع. أما الأحزاب الكردية قدمت انتفاضة 2004، الأكراد كانوا في مقدمة المعارضة، المظاهرات والنزول إلى الشارع، العصيانات المدنية. الأكراد كانوا معارضين ودافعوا عن تعزيز الأخوة العربية والكردية قبل 2011. بعد 2011 الإدارة ذاتها أيضا دافعت عن تعزيز الأخوة العربية والمكونات وأخوة الشعوب. يعني فجميع المراحل التي كان الأكراد لهم دور في تغيير ما يريدونه تغييره في سوريا كان دائما مد اليد إلى الآخر لأجل التخلص من الطغيان ومن الظلم ومن ظلم حزب البعث إلى آخره. فدافعنا عن حقوق، دافعنا عن السوريين، شاركنا بالثورة السورية، تعرض الأكراد للمعتقلين. ولكن خصوصية الظرف المرحلة التي حدثت خلال هذه الأعوام والتوجه والتطرف الديني الذي حدث ما جعل اصطفافات معينة تحدث في كل منطقة بإدلب أو بشمال شرقي سوريا أو مناطق النظام. واستطعنا خلال هذه الفترة بالدفاع بمشاركة جميع المكونات في الإدارة ذاتها من خلال 7 كانتونات كانت موجودة. نعم سيد جوان، أمام هذه التطورات التي نراها في المنطقة وأيضا مماطلة الحكومة المؤقتة عن تنفيذ الاتفاقية وإعطاء الشعب الكردي وباقي المكونات حقوقهم ضمن الدستور، اليوم ما المطلوب من الشعب الكردي، من الشارع الكردي؟ ما هي الضمانات التي يجب أن تؤخذ من الحكومة المؤقتة
تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور السوري؟ هذه المسألة لا يتطلب فقط يعني هذا واجب. يعني الشعب الكردي لا يحتاج إلى اعتراف الآخر أن يعترف به. وجود الشعب الكردي على أرضه بحد ذاته اعتراف بنفسه. يعني المسألة لا تتعلق، أنا لا أنتظر الآخر أن يعترف به، أنا أنتظر من الآخر الذي يستلم السلطة في سوريا أن يكون له دور وطني في مراعاة وفي استجابة لحقوق جميع المكونات في سوريا. فالمسألة لا تتعلق كأنه أنا أطلب من الآخر أن يعترف به. هذه المسائل يملي على أي سوري أن يكون منصفا في ما حدث في سوريا خلال أكثر من 15 عاما من مجازر ومن اعتقالات، أن يكون له درس في هذه المسألة وعدم العودة في سوريا إلى ديكتاتورية وإلى تكرار. طيب، في حال استمرت الحكومة المؤقتة بهذه الذهنية الاستبدادية، اليوم ما المطلوب من كافة المكونات؟ استمرار في هذه الذهنية. الجواب موجود في الشارع. يعني كما نعلم جميعا، يعني ربما حاليا في آخر كم يوم الأخيرات يعني كان هناك المشهد قصر العدلي إلى آخره، ولكن يجب أن لا ننسى الآن في دير الزور الشارع يغلي، في دير الزور الرقة وضع مأساوي، في الساحل الوضع مأساوي، في الدرعا أيضا من فترة كانت هناك كثير من الأمور، يعني بسويدا الوضع كمان أيضا يعني الإشكاليات موجودة وكما نعلم جميعا. إذن الشارع السوري لم يستقر حتى اللحظة، الجميع مستاء، الوضع المعيشي أيضا له دور في هذه المواضيع. أحادية الرؤية وعدم المشاركة واستلاب رأي السوريين، وكأن هناك حتى وإذا كان يحظى ببعض الدعم من بعض العشائر بحد ذاتهم، هذا لا يعني هناك إجماع. كما نعلم هناك انهيار أو إسقاط النظام حدث. قد نستطيع أن نقول هناك إسقاط النظام، ولكن عملية التحرر الشعب السوري حتى اللحظة لم يتحرر. نعم، تخلصنا من الظلم، تخلصنا من حكومة البعث، تخلصنا من حزب البعث، هذا شيء مؤكد وهذا شيء إيجابي، ولكن لم يتحرر الشعب السوري. سقط النظام ولم نتحرر. نحتاج معايير ومقاييس. الحرية لها معايير ولها مقاييس، يجب أن يكون هذه المقاييس وهذه المعايير تحظى بشرعية قانونية، بشرعية سياسية، بشرعية اقتصادية، بتشاركية، لها معايير. ولكن ما يحدث حاليا من خلال إعلان دمشق، من خلال تشكيل حكومة، من خلال المؤتمر الوطني والإجراءات التي تقوم بها حكومة دمشق، حقيقة هي نفس العقلية السابقة، أحادية، اختزلت هذه المسائل بانتصار وكأنه من فصيل معين، دون الأخذ بعين الاعتبار مشاركة جميع السوريين في عملية التحرر. كحقوقيون سيد جوان، هل لديكم أي نشاطات في سبيل المطالبة بالحقوق المشروعة للقضية الكردية للشعب الكردي في المنطقة؟ وأيضا ما الواجب الملقاه على كافة النخب الثقافية من نشطاء مثقفين حقوقيين في سبيل الدفاع وأيضا المضي قدما نحو الاعتراف الدستوري باللغة؟ نعم، أكيد من المؤكد يعني حسب ما هو معلن يجب أن يكون هناك تشكيل. الدستور الموجود حاليا هو كما هو معلن، هو دستور مؤقت. يجب تشكيل لجان مختصة، أقول ذلك، لجان مختصة، لجان قانونية، لجان لها خلفية سياسية واجتماعية. هذه اللجان يجب أن تشارك بعيدا عن المحسوبيات الحزبية، بعيدا عن أرضاء أجندات معينة، أجندات خارجية كانت أو داخلية. يجب أن هذه اللجان تكون لها نفس سوري، نفس وطني، نفس حقيقة تبحث عن العدالة وتحقيق الحق والقانون، تحقيق بعد الإنساني والحضاري لسوريا كما هو دورها. هذه اللجان يجب أن تكون فعالة، لا تخضع لأجندات بحد ذاتها، لا تخضع لأجندات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية أو دينية إلى آخره. هذا هو طريق الصح لأجل إنقاذ سوريا. أما التصرف بعقلية إقصائية وإبعاد الآخر وإقصاء الآخر وهذه اللغة يعني التحدث شيء والعمليا على أرض الواقع شيء آخر، لن يأتي بسوريا إلا المزيد من عدم الاستقرار والمزيد من الاصطدامات والمزيد من الإشكاليات، ورح يأجج بهذا الموضوع مستقبلا ورح يكون له ارتدادات سلبية جدا. فعمليا الشعب الكردي لديه
خيرة من المحققين ومن القانونيين ومن المثقفين مستعدين لأجل حضور جميع اللجان، سواء كانت في التشريع في البرلمان أو سواء كان على المستوى الدستوري، لأجل المشاركة وتحقيق هذه الأبعاد التي تكلمنا عنها. ما دون ذلك أبدا سيكون نحن أمام مرحلة أخرى من الصراع. نعم سيد جوان، هل هناك أيضا أطراف إقليمية تحاول زرع الفتنة ما بين المكونات في المنطقة، وبالتحديد هنا تركيا، الدور السلبي الذي تقوم بها تركيا من خلال التدخل بكل الشؤون السورية من خلال علاقاتها مع الحكومة المؤقتة وفرض ما تملي عليه تركيا لتحقيق أجنداتها في المنطقة، ونرى هذه الأمور والملاءات على أرض الواقع من قبل الحكومة التركية؟ يعني وهذا شيء واضح يعني من خلال تواجد السفير التركي نوح يلماز بدمشق، ويعني بشكل علني يصرح أنه هو من بيده زمام الملفات وإلى آخره يعني. وهذه العلاقة ندركها جيدا يعني مع الأسف يعني. وهذا أيضا امتحان للسلطة الموجودة يعني. كما تعلم يعني السلطة السابقة حكومة بعث كانت مرتمية إلى أحضان الإيرانيين، وهذا كان يؤخذ عليه، وجرى ما جرى في سوريا، وأخذ بسوريا إلى أجندات لا تتعلق بالشارع السوري. في نفس الوقت أيضا حقيقة ما تقوم به تركيا لا ينعكس سلبا فقط على القضية الكردية. الآن يعني الوضع الاقتصادي حاليا ما تقوم به حكومة دمشق لأجل إرضاء تركيا سواء في حلب أو سواء في دمشق من خلال إغلاق المعامل، من خلال استبعاد التجار، من خلال غرق أسواق دمشق وحلب بالبضاعات التركية. يعني مؤخرا تم إغلاق 3 أكبر مصانع على مستوى الشرق الأوسط، مصانع السيراميك، 3 مصانع أيضا تم إغلاقها فقط لأجل البضاعة التركية ولأجل مواضيع تتعلق بالجمركة، وليس لدى أي مبرر بإغلاق هذه الصناعات المحلية. فإذا هناك تهالك في الاقتصاد السوري من خلال تنفيذ أجندات تركيا وجعل سوريا أسواق خامة لتنفيذ بضاعة تركيا، وهذا أيضا سيكون له ارتداد سلبي ليس فقط على شارع الكردي بل على عموم سوريا. يعني كما شاهدنا مثلا أقل من شهر أو أكثر من شهر تم إقصاء غرفة التجارة بحلب وأحضار ما هم ميالين إلى تركيا وبأجندات تركيا يعني، وتم تعيينهم في غرفة التجارة في حلب. كذلك الأمر ما يتعلق حاليا بتهريب الأموال بوصولها إلى إدلب وعدم تركيز هذه الأموال في صناديق. نحن نعلم جيدا يعني المسألة حكومة دمشق تتصرف وكأن الشعب السوري لا يوجد. الآن كم المعلومات، حجم المعلومات، حجم التواصل، حجم هذه ربما يعني من المؤكد لا يوجد شفافية، هذا هو الواضح، ولكن التسريبات تصل إلى جميع الشعب السوري، وجميعنا نعلم السياسات حاليا سواء كانت الاقتصادية أو السياسية هي تنعكس سلبا على الشارع السوري بجميع مكوناته مع الأسف الشديد. طيب اليوم ما المطلوب من الحكومة المؤقتة؟ خارطة الطريق للتخلص أو لجر سوريا إلى بر الأمان، ما المطلوب من الحكومة المؤقتة؟ ما هي خارطة الطريق؟ تفضل. شكرا على هذا السؤال. المطلوب من حكومة دمشق الالتفاف الوطني والاستعانة من الشرفاء الوطنيين في سوريا، والاستعانة من جميع المكونات والتشاركية، والتخلص من إرث الماضي، وتخلص من عقلية الأقصاء، وتخلص بمبدأ إدارة الدول. لا يمكن أن تدار الدول من بعقليات إيديولوجية وبتوجهات دينية أو إلى آخره. مبدأ فصل السلطات يعني مسألة دولية، مسألة تتعلق بالقيم الدولية، مسألة إبعاد مؤسسات الدولة عن الدين، مسائل هي مجرد يعني في الوقت الحالي قد يكون مبرر إلى حد ما كونها حكومة جديدة، ولكن راح تكون يعني هذه المسائل ستكون لها ارتدادات سلبية في المستقبل القريب وليس بمستقبل البعيد. الفشل الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي وعدم إيفاء بالوعود، جميع هذه المسائل يعني تظهر حاليا بشكل واضح خلال ردود الأفعال والمظاهرات التي تحدث في دمشق وفي حلب وفي غيرها من المناطق وارتدادات التي تحدث. إذن هي أمام خيار صعب، إما خيار وطني يجمع جميع المكونات من السوريين الشرفاء لأجل إنقاذ هذا التكوين، هذا البلد، هذه الدولة، واستفادة من الدروس الماضي أمام مستقبل يحضن الجميع ويستقبل الجميع، أما أمام
تجربة أخرى والشعب السوري راح يكون في المرصاد. نعم سيد جوان، أيضا بالنسبة لموضوع خطاب الكراهية، ونرى دائما على مواقع التواصل الاجتماعي وازدياد هذا الخطاب. اليوم نرى أيضا الكثير من الفعاليات، اجتماع الأعشار الكردية والعربية في المنطقة في سبيل التخلص ونبذ هذا الخطاب الموجود في المنطقة. اليوم أهمية الابتعاد عن هذه الخطابات، أيضا أهمية الابتعاد عن خطاب النصر والمهزوم والابتعاد عن هذه الخطابات لما له من تأثيرات سلبية في هذه المرحلة الحساسة، أو أيضا على عملية الدمج التي نراها في المنطقة. يعني بطبيعة الحال الامتحان الصعب أمام أي سلطة هو ما يتبناه من قرارات ومن قوانين ومن تشريعات، ومدى تطبيق هذه المسائل على أرض الواقع. يعني كما صدر حتى في مرسوم رقم 13 الحكومة السورية تأخذ على عاتقها خطاب الكراهية، وأيضا مذكور في الدستور السوري. وبنفس الوقت معظم خطاب الكراهية التي تصدر من مسؤولين ومن أشخاص متنفذين في حكومة دمشق وإعلاميين ومعروفين، والخطاب الكراهية موجود من قبل المسؤولين. يعني هذه المسائل لا يمكن معالجتها إلا من خلال تطبيق القانون ومحاسبة كل شخص يقوم بالإساءة إلى الآخر من أي طرف كانت. يعني أنا لا أقول في طرف محدد أو إلى آخره، من أي طرف أن يكون. جميع المسؤولين والسلطات سواء داخل المحافظات أو خارجها أو في العاصمة، جميعها يجب أن يتم تفعيل القانون، تفعيل القضاء بشكل سليم، ومحاسبة أي شخص كان. القضاء يجب أن يكون فوق الجميع، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين، بذلك تستطيع القضاء. أما ترك هذه المواضيع ما يتبناه من مواقف ومن قرارات ومن قوانين وعدم تطبيقها، فهذه مسألة أيضا يجعلنا أمام مفترق من الطرق إلى أي مدى. كمان أيضا يجب من الموارد جدا يتكرر المسألة الأخرى كما كان يقوم به نظام البعث، القانون كان شيء وتطبيقه شيء آخر. في نهاية الحلقة سيد جوان، رسالتك للشارع الكردي في سبيل الاستمرار في المطالبة بالحفاظ على اللغة والهوية والحقوق. النضال يستمر، الصراع لأجل حقوقنا سيستمر، ولكن دائما أقول الصراع صراع وعي. نحن أمام أي عدو كان، مع أي جهة كان، صراعنا مع الطرف الآخر هو صراع الوعي، صراع القراءة، صراع الفكر، صراع الوجود، صراع الوعي الذي يتطلب منا جميعا أن نقف مع بعض، أن ننبذ جميع الخلافات الداخلية والخارجية وإلى آخره، أن نكون يدا واحدة لأجل نيل حقوقنا والوصول إلى حريتنا والوصول إلى تحقيق العدالة والحقوق. ولا نكتفي، أقول دائما نحن يجب أن نراعي جانبين أساسيين: القضية الكردية ودورنا كسوريين في المشاركة في الحكم وفي شراكة حقيقية لأجل سوريا جميعا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي جوان محمد على مجمل ما تفضلت به من معلومات وإيضاحات. مشكور، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. دمتم بخير.